حابب أسألك عن مرض السكر. يعني ده مرض عاصرناه على مدار أجيال وأجيال، بس الفترة الأخيرة حسينا إن يعني انتشاره في مصر بقى يعني منتشر بطريقة كبيرة جدا وفي جميع الأعمار. فكنا عايزين نعرف إيه أسباب انتشار مرض السكر ده في الفترة المؤخرة وما بين جميع الأعمار، يعني من أول الأطفال لحد كبار السن. بالفعل يا دكتور احمد، هو فعلا المرض السكر الفتره اللي فاتت بقى فيه زياده جامده جدا في انتشاره، يعني تمام. عامه على مستوى العالم وفي مصر طبعا كجزء من العالم. تمام. مصر من اكتر 10 دول على مستوى العالم فيها نسبه اصابه بمرض السكر. اه. احنا تقريبا العاشر دلوقتي، ومتوقع ان احنا خلال السنين الجايه ممكن نوصل للتاسع والثامن كمان. كمان. اسبابه ليها اسباب كتير طبعا. اول حاجه لو خدنا مثلا هنقول لك مثالين بسيطين كده. تمام. بالنسبه للحياه بتاعتنا، احنا واحنا تمام. زمان مثلا تلاقي الشارع كله مثلا كان فيه عربيه ولا عربيتين، دلوقتي اه. كل بيت فيه عربيه واتنين. صح. فبقى الحركه بتاعت الناس قلت كتير. صح كل مظبوط. ما بتقل الحركه كل ما انت نسبه السكر بتزيد على طول. تمام. حتى في الاطفال، لو شفنا احنا واحنا صغيرين كانت متعتنا ان احنا نروح نلعب كوره ونتحرك ايوه بتحرك ونجري وكده. كتير. دلوقتي متعة الأطفال هو كلهم أونلاين وألعاب اه بابجي فيديو جيمز والحاجات دي. فحتى الأطفال ما بقاش بيلعبوا رياضة زي ما احنا كنا صغيرين. مش زي زمان. بالنسبة الحركة في الكبار والصغيرين قلت جدا. تمام. نظام الأكل بقى، اه. احنا مثلا أكلنا تقلنا واحنا صغيرين، الأكل العائلي الاكل البيتي، الطبي كل الصحي، الأكل الاكل الصحي. الصحي يعني. دلوقتي لو شفت الأطفال كله أكل من بره وتيكاواي وبيتزات وفطاير رتم الحياه سريع بقى. بالظبط. زائد بقى طبعا معدل الناس اللي بتدخن كتير قوي، اه تدخين الضغوط كمان. النفسيه كتيره قوي. طبعا. فكل دي عوامل بتزود جدا الاصابه بالسكر. الاصابه بالسكر. تمام.